هذه القصيدة بعنوان صرخة أمة ومديح في الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أمة الدين والإسلام أيش الحل؟ أوضاعنا لا تطمئن والعدو شقال، أخلاقنا والقيم أماته المحتل، وفرق الجانب الروحي بحب المال، عبى العقول السليمة بالوباء بدل، وكون أفكار لا تصلح للاستعمال، أفسد شباب أمس الحاضر والمستقبل، فيلم أغاني مسلسل رعب للأطفال، والإنترنت والهاتف علينا ارسل، كل البلاوي جينا عبر الاستقبال، حتى أصبح المجتمع بعد العبا منحل، وتعطلت غيرته وإن الرجال أعطال. يا مسلم سوا بل بالصحيح اعمل، واعرف بدينك وقرآنك وما الله قال، وانصر نبيك محمد بالهدى مرسل، بالتضحية والفداء والحب له والآل، وانظر إلى ما تعرض له من الروفل الأشقياء، جملة الأوقات والأنزال، رسم الكراتير في من ربنا فضل، على صاحب دولة الدنمارك والسركال، كم لا متابات جيش يا غير تتحمل، قد كرهتك والسكت من جارة الأحمال، حاول تحرك تلمس ما الذي تفعل من التدابير ضد الماكر المحتال، تعلم اصنع تفنن ابحث تأمل، انتج وصدر تحكم برمج الإرسال، اعرف سياسة خصومك كيف تتعامل تجاه ما يخرج المهدي على الدجال، هذا الفلسطيني يا حكامنا تقتل تبات تفنى تكبل داخل الأغلال، والفتنة الثانية الشعب العراقي جفل من بعد مليون مستشهد نساء ورجال، وشعب لبنان بأسباب المرض معتل، ودارفور القضية زادت استفحال، وأفغانستان والإيران في جدول مرتبة سوريا والترك والصومال، باقي الدول كل بس الأول ما تدري ولا أخيرا عند الاستكمال. هل قادة العرب مات إيمانهم أم هل ما زال حيا؟ أروني أينه ما زال. يا قادة العرب والإسلام لو أسأل هل عرفتم مكان المجد والإجلال؟ هل اكتشفتم سلاح الحرب لجحفل أو مخزن القوة العظمى وضعف الحال؟ سمعت صوت الأخوة في الثرى زلزل، عروش متهاوية في مسكنه وذلال. الله أكبر سحبتم كل طاغي ظل، ينزل صداها على قلبك كما الزلزال. دين اليهودي ونصراني فلا يقبل، مغضوب هؤلاء عليهم المسيحي ضال. يرنيم أصمول عنده ما ينم كبتل، حقيقة عندي وعند الله جهنم صار، يا ابن الخنازير يا رعيان للعقول، قتلت الأنبياء مع نده وجدال. من هو محمد على تدرون يا أرذل، خلائق الله في عرضه على الإجمال، هذا محمد رسول الله يا ثم الرحمة العالمية والهدى والضال. من حن له جذع نخله والحمام أقبل، والعنكبوت انسج خيوطه على المدخال. من ظللته القمامة عندما يرحل، والشاه درت الألبان في الترحال. شكا إليه الجمل مما به قد حل، من صاحبه وبكى من دمعه الهمال. عليك أزكى صلاة الله يا أفضل الأنبياء والرسل، ذكرك يريح البال. نفديك بالروح يا أغلى ويا أجمل من كل شيء، وحبك ربك المتعال.